الأربعاء 26 مارس 2025. مرحبا بكم في موعد جديد في سبور ميكس. تنجموا تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكبرى على الفريكونس نتاعنا 106.9. أيضا تشاهدونا بالصوت والصورة في اللايف ستريمينغ تلقاوه بدأ منذ قليل على قناتنا في يوتيوب سونغون. تنجموا تخليوا كل تعليقاتكم وتفاعلاتكم بخصوص المواضيع اللي باش نحكيو فيها اليوم. برشا مواضيع، برشا اكتواليتي، وايضا عديد الاخبار الحصريه باش تتابعوهم تباعا في الحصه نتاعنا اليوم من توا حتى النصف ونص مع ضيوفنا اليوم. على يميني سيدي ذا بوراوي، مرحبا. مرحبا خويا سلام، مرحبا بجميع الحضور ومرحبا بجميع المستمعين اذاعه مسك. سفيان عمل لك تصفيقه جديده هذه. سفيان فرح بيك. يرحم والدي ديما يفرح بيا الحق. عندك هو يفرح بيا وسي كمال. سي كمال سي اتانجيو. سي كمال سي منجي ابراهيم، مرحبا. مرحبا بيك خويا اسلام ومرحبا بالحضور ومرحبا بالمستمعين. فماش تصفيق منجي سفيان؟ لا لا عاد يتكلم هو. لا الكل علاقات علاقات. سي كمال بن خليل، مرحبا. مرحبا، اهلا بيك سلام، اهلا منجي. سي رضا، انا فرحان برشا. العشر الاواخر وليله تشوف انا البارح خلينا نتكلم عاد وليله 27 نحضر مع سي رضا، معناتها اي حظ عظيم هذا. انا البارح كي كلمني سي سلام ما رقدتش في الليل، نستنى وقت تجي الساعه 11. انا اليوم الصباح عرفت لي انا جاي. سعيد جدا باستقبال سي نبيل التليلي، رئيس قسم الرياضه في موقع العرب الجديد. عارف يا سي نبيل، مرحبا بك. هكا ولا لا؟ مخيل شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله. مشرفنا في قطر. يعيشك ربي فضلك، وانا سعيد جدا اني نكون متواجد في برنامج وفي حصه وفي اذاعه اللي قاعده تاخذ في صدى كبير وتاخذ في خطوات مهمه مع ضيوف من هذا الحجم. اش قاولك في الامبيونس بين سي رضا وسي كمال؟ انا اكتشفت العلاقه الكبيره بين سي كمال وسي لا ولدي ما نسيبوش بعضنا 24 ساعه واحنا مع بعضنا. اما حاجه بركه بالحق وجوده معانا يعني قامة من قامات الإعلام. ربي يفضلك. لا بالحق، ماهوش بالحق من الزمن الجميل. خبرة كبيرة خبرة كبيرة. أنا ساعات سي كمال يطلعوا لي تقارير في الأحد الرياضي، نلقى سي نبيل هو اللي لا اغزر. وانت محلاك اغزر معناتها سبونتانيتا واسلام معناتها اسم في الإعلام الرياضي. اسلام المد باسم، ومع ذلك قال عرفي معناتها. خاطر هو هذه حقيقة ما لا معناتها محلاك تواضع. لا، وانه الاعتراف معناتها، لانه انا ذاته وانا عرفوه لكن معناتها نبيل شكون عارفك بربي فاهم. انا عرفني منجي وعرفني ولد حومتي، عرضني عرفني تو. سي منجي والله يا خويا اسلام انت عندك ذكريات، ولكن تصويره قديمه قد عملها التصويره هذيك ذيك ما نقولكش توا، خاطر نقولها لك في الاوف. ما تقولش على عمرك انت. بارك الله فيك انت خويا اسلام، لان صافي بليزير دو ريفوار خويا نبيل التليلي، اللي انا اللي قالوا المتر ولا حاجه عالميه، وتشوف الاخلاق والتواضع نتاعك كيفاش. خويا نبيل كيفاش تعرفنا على بعضنا بالكدا عملت تربص الترجي الرياضي التونسي في سانغالن في سويسرا، وكانوا الناس الكل تبارك الله غاديك منبهرين بالاخلاق والتواضع والمعرفه الرياضيه نتاع سي نبيل. ولات الناس الكل بريسك تحب تعمل تصويره معاه، حتى سي علي الفرقاني كانت تفكر كان موجود غاديكا. وعندي صاحبي اللي هو اسمه ماركوس كلي قال لي توانسه، قال لي سي ديفيرون. قلت له توانسه، تونس اي تونيك وقتها. الترجي الرياضي التونسي بيان سور زاد حتى في التصرف غاديكا سير بلاس مع الجوارات ومع الناس اللي جاوا يزوروا في الترجي الرياضي التونسي، كان فريمون دي سوفونير اكسبسيونيل. والله تري ايمو على ليدي دو لو ريفوار، خاطر مالوريزمون هو يعرف شنو اللي صار غاديكا وتبارك الله وكل شيء. وبعد الستاج هذاك عملنا حاجات فريمون. لا باش يوريك اللي الكره راهو سي ان كيستيون دورغانيزاسيون. وبعد الترجي عاود ترجعت غاديكا مع خويا خالد بن يحيى، مع سي عزيز زهير الله يرحمه وينعمه، وسي نبيل الشايبي. والترجي التونسي بعد الستاج زاد هذاك هزت الدوبلي مع خالد بن يحيى، باش يوريك اللي الكره راهو معناها حاجه هذيك اللي تلمنا وكل شيء. ونبدا فرحان زاد كي المتر يبدا موجود زاد، خاطر نحبه برشا. من قبل هو يصفق على كلامك، من قبل هو يصفق. هو سي رضا
رضا خاطر ما رحبتش به هو انا ونبيل طفيته هو ما خليه خاطر هو من العائله راهو الناس ما تعرفش بالحق اما هو من العائله هذاك علاش انت ساعات امورك ما تعجبش برشا تفاعلات على حضورك معنا سي نبيل. بدر الدين طنان يسلم عليك زاد كيف سلموا عليك. على كل خلينا نبداو في المواضيع نتاع الحصه نتاعنا اليوم. تنجموا تشاركونا حتى في السونداج نتاعنا خاصة بدا العادة التنازلية يقرب من مقابلة الترجي مع سان داونز. أكيد مقابلة نستناو فيها الناس الكل، مقابلة مهمة للترجي الرياضي التونسي. نخليو توقعاتكم في المقابلة هذه. شنو توقعاتكم للماتش؟ فوز الترجي، تعادل، أو لا قدر الله الهزيمة للممثل كرة القدم التونسية؟ شاركونا في السونداج نتاعنا. سي نبيل نبدا معك أنت، نعرفك متابع كبير وفي الموقع كيف متابعة كبيرة للمقابلات نتاع تصفيات كأس العالم في المنطقة الأفريقية. كيفاش تابعت البارح نتائج المنتخبات العربية، خاصة باش نحكيو سبيسيالمون على الجزائر باعتبار وجود يوسف البليلي مع الجزائر. والبارح كانت لقطة كبيرة من جماهير الجزائر اللي كان الملعب الكل يهتف باسم يوسف البليلي باش قام بيتكوفيتش بإقحامه في التشكيل. ما فماش مدرب عنده يوسف البليلي وما يلعبوش، يكون مش عادي. معناها إذا مدرب عنده في الافكتيف نتاعو معناها لاعب في حجم يوسف البليلي فنيا نحكي على الملاعبي كفنيه، معناها ككوره كملاعبي كبير ياسر. معناها صعيب ياسر انه مدرب عنده لاعب عنده حجم الامكانيات نتاع يوسف وما يلعبوش. يوسف كان ينجم يعمل كارير اكبر برشا من هكا. معناها يوسف لو كان معناها شويه رزن شويه ماتوريتي كان ينجم يكون معناها ملاعبي كبير ياسر. لو كان خلى تركيزه 100% على الكوره وعلى الميدان. يوسف فلته من فلتات كره القدم معناها الافريقيه والعربيه. والجماهير تعرف هذا معناها في تونس او في الجزائر خاصه. معناها يوسف عنده معناها اهتمام كبير وعنده محبه كبيره ياسر من الجماهير الجزائريه. ويوسف في كل مره لعب معناها اثبت انه لاعب عنده امكانيات كبيره ولاعب قادر على صنع الفارق. فقط يوسف معناها يخليه يركز في الكوره. ويوسف قادر انه يعمل حاجات كبيره ياسر وقادر انه يعطي الاضافه سواء للترجي او للمنتخب الجزائري. سيدا رغم الاسامي الكبيره، تشوف محرز في الجزائر، تشوف عموره بن 70 ملاعبيه في اكبر فرق اوروبا، لكن تحس يوسف بليلي عنده مكانه خاصه عند جماهير الجزائر. كي تشوف ملعب كامل معناتها مسيب محرز يشوف يلعب، تشوف عموره يلعب، بن 70 يماندي ويعيطوا باسم يوسف البليلي قاعد على البنك باش يتم ادخاله، تفهم اللي اللاعب هذا من طينه خاصه. شوف المحبه يعني ما تتشريش بالفلوس. عنده ان بروفيل يوسف البليلي صحيح من اللاعبيه اللي سميتهم محرز وقامات في الكره الجزائريه والكره العربيه. كلام سي نبيل كلام معناتها ما خلانيش حتى باش نجاوبك، هو انه مالوريزمون هذه 3 مرات نقولها، هو انه يوسف البليلي ما نعرفش كي يلبس المريول ويهبط في التيران هل هو متعمد يعمل لي جيست هذوما والا طبيعه؟ اذا طبيعه علاش ما تكونش وقت يلبس مريول المنتخب الجزائري؟ نحسوه عبد اخر كي يلبس مريول الجزائر، انضباط كبير، حب كبير للمريول. شوف انا ما نجموش يتخالفوا اثنين اللي يفهموا الكوره. جو دي بيان اللي يفهموا الكوره ما نجموش يتخالفوا اثنين على القيمه الفنيه كلاعب كوره. يوسف البليلي لو بروبليم واللي تو اقترحه سي نبيل كلام معقول برشا. يعني انا نتصور مثلا محرز محمد صلاح عملوا هالكارير لبرا لي كاليتي تكنيك اللي عند يوسف البليلي بارفوا يلي ديباس يفوتهم. وي هذا رايي انا. رأيي. لكن فما حاجه نقول لك عليها، هو انه ممكن في الماتوريتي نتاعو في اللاج نتاعو وقت اللي نبي 25 26 نقدر نقول لك وقتها إذا بيردو لا كارير بروفيسيونيل دو هو نيفو. تو ما نجمش نجي يوسف البليلي كي لا لاج دو 33 مازال يعطي، ما نقولكش لا، لكن إذا توا في 33 يعطي في هالمردود هذايا ولي كاليتي تكنيك سورتو لي كاليتي تكنيك انديفيدويل. جو دي بيان انديفيدويل، يعني يي بو فير لا ديفيرونس نامبورت كال مينوت، نامبورت اي دقيقه ينجم يعمل لك ديفيرونس. تصور انت يوسف البليلي على لاج دو 25 26 هنا نقول ممكن قد يكون شخصيته في الملعب تتغير كلاعب. شوف مثلا محرز
هنتبع فيه في ملي كان يلعب في المان سيتي وتوا هو يلعب في الاهلي في جده. ما عندوش دي جيست ولا ما اسمه محمد صلاح نفس الشيء. شنو ما عندوش دي جيست؟ ما فهمتكش. ما يعملوش لي جيست معناتها خارجين اللعبه اللي نحب نقوله. أوكي. انا نقول لي جيست اللي يخليه الزايدين فوالا. تو شنو مشكلته يوسف؟ ما عمل شويه بروفيسيونيل في اوروبا يدور في فرنسا ولا بوركوا ينا با ريوسي؟ بوركوا؟ افيك سي كاليتي اللي عنده. انا علاش قلت لك راهو يفوتهم، ينجم يفوتهم لو ركز وخدم على الكاليتي تكنيك نتاعو ويعيش مغمض عينيه ومغمض اذنيه في التيران برك يلعب كوره. الاشياء الاخرى الكل اليوم ما نشوفوهاش عند ملاعبيه اخرين. ولا لا ديفيرونس كان في بين الملاعبيه اللي سميتهم لي ويوسف. لكن الى يومنا هذا خاصه توا في الشامبيونات نتاع تونس يوسف يبو فير لا ديفيرونس à n'importe quel moment في الدرجه الرياضي. اي لا دو تري 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 جراند كاليتي.